السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو كده ما تنساش تصلي على النبي في الفيديو، وتنزل تعمل اشتراك وتفعل الجرس. بسم الله ونتوكل على الله. النهارده يا جماعة جايبين لكم فيديو جديد، والنهارده عن التوم وفوائد التوم مع الحمام، وكيفية انك تعطي التوم للحمام، ولو هتديهوله في الفم هتعمله ازاي، ولو هتحطهوله في المية هتعمل برضو الطريقة الصحيحة ازاي. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو تعالى نطمن على حمامنا. بسم الله ما شاء الله. قص الزواجل اهو محصوا. بسم الله ما شاء الله. حصوا الحصويتين اهو. حصويتين حصوا. حصويتين حصوهم. بسم الله ما شاء الله. وده القص الفرنساوي معانا لسه ما حصاش، اخواتهم برضو القص الفرنساوي التاني. وبسم الله ما شاء الله، يعني اللي متابعني وشاف الفيديوهات كنا جبنا كام قص استرالي. النهارده بوبنا استراليات اهيت. تمام. وده لقيت ذكر والنتاية في وسط الحمام، بس مش كانوا متجوزين بعض، لقيناهم لبعض من اوضه السايب اللي هي الاوضه اللي احنا نعزل فيها الحمام قبل ما ندخله الغية بتاعتنا. ده اول قص استرالي. حاجات بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الذكر ابو طرطوره والنتايه من غير طرطوره. حاجات بسم الله ما شاء الله. تمام. القص الزاجل اهو اتقرب يطلع، فاضل له بالظبط اسبوع ونص. القص الزواجل قرب يطلع، فاضل له بالظبط اسبوع ونص. تمام. وده القص الزاجل فاضل له كام يوم كده وهيحص ان شاء الله. ربنا يكرمنا بس ويحصي. ده تالت حاجة معانا. ماشي. بسم الله ما شاء الله. تاني قص استرالي. تاني قص استرالي معانا برضو النهاردة. لقيناهم من تحت وطلعناهم فوق، ان شاء الله ربنا يكرمنا من وراهم ويحصوا. ده تاني قص استرالي معانا. تمام. بسم الله ما شاء الله. ده اللي كان فيها العين ديت، اللي كان فيها الذكر البلدي والنتاية الزاجل. اولادهم انفطموا وطلعناهم الحمد لله. رحنا مطلعين الذكر بقى الزياده البلدي اللي حدانا، وادينا النتايه الزاجل ذكر زاجل، وهتشوفوهم دلوقتي. حاجات بسم الله ما شاء الله. تمام. بسم الله ما شاء الله. دي زغاليلنا. حاجات بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. تمام. ديت برضو من الزيادات اللي ان شاء الله هتخرج. تمام. القص الرمايات او الزواجل. حاجات بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اخوها الصغير ضعيف، انهم الصغير ضعيف، بس ان شاء الله ياكلوه ويبقى بصحه كويسه. تمام. معانا القص الرمايات نفس النظام برضو. القص الرمايات حاجات بسم الله ما شاء الله. الذكر زاجل جان اردني، والنتايه زاجل برضو بس مسافات قصيره، فبقول عليها رمايات. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. قص الانجليزه اهم. قص الانجليزه بوبناهم في باب، وربنا يكرمنا من وراهم ويفرخوا ويجيبوا حمام كويس. ده تالت قص معانا من الحمام اللي اشتريناه جديد وبوبناه. تمام. تعال بقى نخش على النتاية الزاجل. دي النتاية الزاجل مرت الفرد البلدي اللي هناك دي. وده الذكر الزاجل فرخنا، وهوريكوا اهله. تمام. الذكر زايف، وكنا مبوبينه هنا لمدة اكتر من اسبوع او 10 ايام في العين ديت. الذكر البلدي طردناه من الغية، ودننا سايبين النتاية بتاعته فين؟ في مكانه، في مكانها اللي كانت هي تحت مكان الاسترالي ده 3 ايام. بعد كده لقيناهم لبعض واتجوزوا، ودي بطردها. ودول الاهالي، اهالي الذكر اللي احنا مدينها للنتاية. تمام. بسم الله ما شاء الله. ده القص الشادو. ربنا يكرمنا. بسم الله ما شاء الله. حاجات الله اكبر. حاجات كنابل اهي. بسم الله ما شاء الله. من الزواجل الكويسه برضو. بسم الله ما شاء الله. لا حول الا بالله. شايفين الزاجل؟ بس حضرة النبي قد كف الايد. حاجات بسم الله ما شاء الله. خش. ده برضو من فرخنا اللي ان شاء الله هو محجوز، وان شاء الله بعد اسبوع هيطلع. وده القص القطاطة قاعدين على الحصى معانا. تمام.
كمان معانا الزغلول الزاجل السايب ده، حاجات بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه الحمام السايب بيوكل بسم الله ما شاء الله، بس فين وفين لما يديك انتاج، وبتلاقي بس في مميزات وفي عيوب. الزاجل فيه مميزات وفي عيوب في الحمام السايب، وبرضه هنشرحها لكم ان شاء الله. بس تعالى نطمن الاول على الحمام السايب اللي معانا تحت ونحط لهم وكل الاول، ورجعنا لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، ادي الحمام السايب والاستراليات، وفي حمام لما عفش، في حمام لما عفش بيحضر لعش ان شاء الله. هنعرف الهون القص فيهم اللي بيحضر لعش. هو على ما اظن الذكر اللي هناك اللي واقف على الصفيحه ديك ابو رقبه، والنتايه بتاعته هناك اهيت ابو رقبه اللي هناك دي برضو ان شاء الله هنلاقيهم لبعض. ان شاء الله هنلاقيهم لبعض برضو ايه، وهنطلعهم فوق. ده برضو الحامل اللي معانا الذكر البلدي هناك اهوت نزلناه، والنتايه الكشاف والنتايه القشر بندق نزلناهم في الحمام السايب عشان نعرف نفضي اماكن للحمام التاني اللي احنا جبناه. وان شاء الله هنعمل عيون جديده وهنبوب الحمام دوت في بيبان، وفي حمام جديد ان شاء الله جاي، بس لما نبوب دول ونعمل عيون للحمام. يلا بينا بقى نطلع نكمل الفيديو عن عنوان التوم وكيفية استخدامه للحمام، وايه علاجاته وايه عيوبه والحاجات ديت. بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنساناش في اشتراك في القناة، دعمنا ولايك، واكتب لنا كومنت حلو وجميل، وفعل الجرس. يلا ان شاء الله بقى نتكلم النهارده عن الحاجة من اهم الحاجات اللي ممكن تستخدمها للحمام. هنعرف ان شاء الله النهارده فوائد التوم للحمام. طبعا يا جماعه التوم ليه فوائد كتير جدا 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 مع الطيور، فان شاء الله النهارده هنعرف فوائد التوم، وهنعرف ازاي نستخدمه بطريقه صحيحه. طبعا لازم تعرف ان التوم من اقوى المضادات الحيويه الطبيعيه، ده مضاد حيوي طبيعي بيشتغل على امراض كتيره جدا من بكتيريا. طيب لو عندك الحمام داخل عليه عدوى بكتيرية، او انت عايز تعمل له وقاية من الامراض زي السالمونيلا او الكوكساديا او البرد او زي اي حاجة من الامراض اللي ممكن تيجي للحمام، طبعا التوم ده قاتل قوي جدا للبكتيريا ولبعض الفيروسات. ده برضو من التوم ومن الحاجات المفيدة للتوم، وهنعرف دلوقتي طريقة الاستخدام وطريقة يعني ازاي تستخدمه لو مع الحمام السايب او مع الحمام المحبوس كمان. بس هنكمل برضو على التوم. تاني حاجة يا شباب، التوم منشط عام للجسم، تمام. منشط عام للجسم تمام كده. التوم منشط للجسم، يعني بينشط فرد الحمام ويخلي جسمه نشيط وصحته كويسة. طيب تالت حاجة، التوم من الحاجات المطهرة للأمعاء والمعدة وللحصالة، يعني التوم بيشتغل مطهر معوي قوي جدا. ازاي؟ زي الفلاجيل مثلا، زي الانتينال، والانتينال ديت برضو حاجة بتكون بشري للي عاوز يجيبها. فانت لو عندك الحمام ريحت يعني ريحة بقها وحش كده، او الزبل بتاع الزرع اللي هو بتاع الحمام دوت تمام، يعني تلاقيته كده سايب، لقيته اسهال كتير، فان شاء الله استخدامك للتوم بيقضي على الكلام ده كله، بيطهر المعدة تمام. وكمان كده، وكمان التوم محفز للخصوبة، يعني بيزود الخصوبة في الذكر والنتاية. بيزود الخصوبة في الذكر وفي النتاية. طيب طريقة الاستخدام، بسم الله ما شاء الله كده. بتجيب الفص اللي زي التوم ده، توم اهي، بتجيبها وبتقشرها بتخليها فصوص زي دي تمام. هتلاقي في فص كبير وفي فص صغير، يعني الحبايه الصغيره ديت تديها في بق الفرد الحمام في الفم المباشر. انت طبعا مش هتجيب ديت لا دي، يعني انت شايف دي كبيره قد ايه ودي صغيره قد ايه، يعني انت شايف الفرق اهم، شايف الفرق قد ايه. فمش هتجيب ديت للكوبري ده، هتجيب ديت تمام وتقسمها 3 حتت، تقسمها على 3، وكل واحدة كل حتة منها تديها في بق فرد الحمام مباشر.
تمام. طب دلوقتي انت عاوز تحطها في الميه بتاعت الحمام، مش عاوز تديها له في البق المباشر. تمام. انت عاوز تحطها له في الميه بتاعت الحمام، بتجيب الحبايه ديت، حبايه واحده، وهتحطها في كيس بلاستيك، في كيس بلاستيك او حته خيشه او حته ورقه، وهتقوم جايبها. تمام. وهتجيب اي حاجه وتدقها، دقها كلها، تخبطها الخبطه جامده، تدقها تخليها تنفعس خالص، بحيث الميه اللي جوه ان الفرد الحمامي يستفاد من الفيتامينات اللي فيها والوقايه اللي فيها في الميه. تمام. في اللي بتاع المسقه بتاعت الحمام. بس اهم حاجه ما تعديش عليها 8 ساعات، يعني التوم لما تحطه في السايب ما تسيبوش لتاني يوم عند الحمام. دي كانت حلقة النهاردة معاكم من مع محبين محمد احمد. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وفعل الجرس، واكتب لنا تعليق، واعمل لنا تعليق، واكتب لنا كومنت كويس، وشوف لنا كده انت لو محتاج اي حاجة نعرضها لك، عاوزنا نتكلم عن حاجة معينة، واكتب لنا رأيكم عن ان انا بعرف اوصل لكم المعلومة كويس ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.